العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. تفضل. أحسن الله. ما رأيكم بالدعوة القائمة في الجزائر؟ هل هي على وفق المنهج السلفي الصحيح؟ نحن ما ذهبنا إلى الجزائر، ولكن نسمع أن هناك سلفيين قائمة دعوتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، وأناس آخرون لم يعرفوا منهج السلف وتشبعوا بمنهج سيد قطب وأوسعوا هذا البلد وأثخنوه بالمشاكل، فعادت الجزائر القهقراء. كان الناس الشعب الجزائري أقبل على المنهج السلفي، وكان يعني تعلقه بالشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين. معظم الشعب الجزائري لا يقبل إلا فتاواهم ويسير في طريق المنهج السلفي. فأدرك أعداء الإسلام من الشرق والغرب انتشار المنهج السلفي في هذا البلد وقيام دولة سلفية، فحرك الأحزاب الجاهلية المنحرفة للقيام بهذه الفوضى التي حصلت في الجزائر. فحصلت النتائج التي ترونها الآن من سفك الدماء وزلزلة البلاد وأهلها وانحراف كثير من شبابها وضياعهم وتشردهم. فما هي الثمار الطيبة التي جنيناها من هذا الرأي الذي لا يعرف حقيقة الإسلام، لا عقيدة ولا شريعة؟ ولو قامت له دولة لأقام دولة تصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويحققها. لا قامت دولة تكون من هذا النمط. سيد قطب أستاذهم. والله لو كان هذا ينفع الإسلام لو وقفوا فيه ضده ما أيدوه. سمعتم عن المؤتمر اللي عقد تحت مظلة الفاتيكان، عقد في أوروبا في فرنسا تحت مظلة الفاتيكان، وحضرت الأحزاب الإسلامية وباركه في الفاتيكان ومنظمة الفاتيكان، لأنه إسلام حق. هذا الإسلام أخو اليهودية وأخو النصراني، فأيدوه. نعم. والسودان كذلك، وثمرات الأديان ذكرناها سابقا. يقول هذا السائل: هناك من طلبة العلم يقسم الشرك إلى قسمين: الشرك البدائي والشرك الحضاري أو السياسي. فأما البدائي فعبادة